قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أول حاجة نستقبل بها رمضان إن إحنا نفرح بقدوم رمضان. نعم، إن لم تفرح بقدوم رمضان اعلم أن في قلبك شيء. بعض الناس بيشوف رمضان تقيل على قلبه. ليه؟ هيمنعه من شهواته، انه يشرب له سجاره في النهار، هيمنعه من ان هو شاهد مش عارف ايه، هيمنعه ان هو يعمل كذا. وبعض الناس بيشوف رمضان ده عزومات وتكاليف فبيثقل عليه. بعض اصحاب العمل بيشوف ان رمضان تعطيل في المصالح وتاخير في الانتاج، وانه بيقلل ساعات العمل وممكن نقفل. ودول كلهم رمضان تقيل على قلوبهم، اوعى تكون منهم. واسمع كلام ربنا وهو بيقول لك